سأنادي على مديرة تحرير مجلة فاسيا تيفي مدام ربيعة المنصوري لتكريم فعاليات ونساء رائدات. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبمناسبة قيمة المرأة في المجتمع، ستعمل الفاسيا تيفي على افتتاح أنشطتها بتكريم عدة فعاليات نسائية مغربية وعربية. سننادي على الأستاذة رشيدة حليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، منسقة وطنية لرابطة قضاة المغرب، متزوجة وأم ل3 أبناء، دخلت سلك القضاء منذ 1994، عينت كقاضية بالمحكمة الابتدائية بفاس كقاضية للأسرة، ثم سنة 2011 عينت رئيسة للمحكمة الابتدائية بصفرو، سنة 2014 عينت رئيسة للمحكمة التجارية بفاس، قامت بتأطير عدة جمعيات مدنية. ننادي على الأستاذة القاضية الجليلة والأم المحترمة والمرأة الفاعلة، ونحن نتشرف في الحقيقة بحضورها، لأنها مثال للمرأة المغربية المجدة. فالمرأة المغربية حققت عدة إنجازات في عدة ميادين، وميدان القضاء كان حكرا على الرجال، ولكن الآن ننعم بحضور عدة قاضيات وعدة رئيسات. وننادي على المحامية كريمة حديد لنبقى دائما في جسد واحد، جسد العدالة، لتقديم شهادة فخرية من الفاسيا تيفي. ووردة جميلة في اليوم العالمي للمرأة. نذكر بأن لو تروفي من ديلفوفيت. الأم المثالية والقاضية الجليلة الأستاذة رشيدة حليمي. السيدة نعيمة حرصت على أن تقدم كلمة للقناة الفاسيا تيفي لأنها من عشاقها. إخواني أخواتي من الدول الشقيقة والصديقة، أيها الحضور الكريم، أيتها المرأة الحاضرة هنا والغائبة المحتفى بها في يومها العالمي، أتوجه بالشكر أولا للفاسيا تيفي في هذا اليوم باعتباره انطلاقتها في عالم الإعلام والمعلومات كمجلة وقناة عبر الإنترنت. وندعو الله جميعا أن تكون هذه الانطلاقة واعدة وناجحة بجميع المقاييس، ويصل إشعاعها التوعوي والثقافي والديني والاجتماعي إلى أبعد نقطة على الكرة الأرضية. نشكر جميعا فاسيا تيفي وجميع طاقمها النشيط على حرصها أن تكون انطلاقتها تكريما للمرأة المغربية في عيدها العالمي، هذا العيد الذي نجدد من خلاله الاعتراف بدور المرأة في وطنها رائدة مشاركة في نهضته وتنميته وتطويره ورقيه، مناضلة متحدية كل الإكراهات والعوائق التي تواجهها. فهنيئا لك أيتها المرأة سيدتي الجميلة بعيدك. شكرا للفاسيا تيفي مرة أخرى
على هذه الالتفاتة الرائعة في حق كل النساء اللواتي تشرفت الفاسية تيفي بتكريمهن، وبدورنا نعاهدها أن نظل مخلصات للفاسية تيفي متتبعاتها وداعماتها ومساهمات في تطويرها ونجاحها لتشق طريقها نحو النجومية ونحو العالمية. شكرا للفاسية تيفي في شخص مديرتها السيدة ربيعة المنصوري المناضلة، ونشد بحرارة على يدها. هنيئا لك سيدتي، وانطلاقة موفقة إن شاء الله، وشكرا للجميع. نادي على الأستاذة زهور المرصاوي لتقدم الشهادة الفخرية التي تقدمها الفاسية تيفي للأستاذة نعيمة بن يشو، ووردة للسيدة نعيمة من صديقتها الأستاذة زهور المرصاوي، صديقتها في البيئة والغابة والحدائق والخضرة. إذن هي دعوة للإخضرار، هذا التكريم دعوة للإخضرار. الوجه الثالث الذي ستكرمه الفاسية تيفي هي الصديقة الحميمة، هي الجميلة غادة الموسى، فلتتقدم. أنا سعيدة جدا 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 بزيارتي إلى المغرب، وكانت من ضمن أمنياتي حققتها لي الأستاذة ربيعة، وأنا جدا جدا سعيدة بمعرفتك. شكرا لكل من حضر. تشكيلتك تحدثت عنك. إذن فتقدم الأستاذة بهية الشهادة الفخرية التي ستحملها غادة إلى بلدها، وبالضبط إلى مدينة القطيف شرق القطيف الشرقية، يعني شرق المملكة السعودية. الأستاذة الفاضلة خديجة زكي فلتتقدم مشكورة. أظنها معروفة في فاس، معروفة بالكثير من النضال والجهاد في العمل الجمعوي، وفي هي أستاذة علوم الحياة والأرض، هي باحثة في الفكر والحضارة، ورئيسة جمعية المنتدى النسائي، فاعلة جمعوية بامتياز، وأم ل4 أطفال، ومجتهدة في تحقيق الصورة الحقيقية للمرأة المغربية. سيقدم لها الشهادة الفخرية نور الهدى بردوان، وهي كذلك أستاذة، فنحن نتمتع الحمد لله بالكثير من النساء الأستاذات. نور الهدى جمعية عصام، يعني العمل الجمعوي تسميها سيدة القفطان الأستاذة القيدومة فتيحة عمور، الفاسية الشقراء السيدة القفطان الفاسي، هي وجه من وجوه الصناعة التقليدية الفاسية.